انا بعد ما خلصت العمليه مباشره، حتى حضرتك سبتني ارتاح شويه في الاوضه وقلت لي طب خلاص نرتاح شويه، بعد كده همر عليكي واقول لك التعليمات وكل حاجه. بعدها مباشره لما حضرتك قلت لي طب خلاص تقدري تقومي او تقدري تلبسي هدومك او تتحركي او كده، حضرتك حتى جيت لقيتني ان انا قاعده على السرير، قلت لي طب الا انت قاعده، طب ده انت المفروض تنامي او على ظهرك او حاجه. قلت لحضرتك انا الالم اللي كان في نص ظهري ده مشي تماما، يعني ساعتها كان تاثير البنج مشي وكل حاجه، لا الالم اللي كان في نص الظهر الغير محتمل ده يعني ما كانش موجود. انا خارجه من العمليات الالم مش موجود اصلا. سبحان دي الله. حقيقه ان الالم سبحانك يا رب ان انا خارجه. حضرتك حتى قلت لي طب القعده مش صح، لا يعني حاولي تنامي مسطحه او حاجه ان ظهرك يبقى ستريت، بلاش تبقي قاعده وضغطه على اي حاجه. ففعلا عملت كده وانا اوريدي اصلا كنت قاعده لان انا مش موجوعه، انا ما كنتش متالمه تماما. وكنت متابعه مع حضرتك على طول، وكنت ببعت لحضرتك على طول وحضرتك ترد عليا، وكل اسبوع كنت حضرتك بتتابعني، كان كل حاجه زي الفل والله. الحمد لله.